صورت عند أحواض السباحة، وجاتني أسئلة لما شاف الصور. جاتني أسئلة: هل إذا سقطت قطرة دم من شخص مصاب بالإيدز ينقل للشخص الآخر حوض سباحة؟ والله فيني ضحك. يا أولادي ويا بناتي ويا أخواني ويا مجتمع ويا ناس، هذه الأشياء كلها ما تنقل الإيدز. لا مواس الحلاق إذا تغيرت، لا فرشات الأسنان، لا الفوط السباحة، ولا موضوع والله ماكينة الحلاق، الماكينة جرحني وراح شخص آخر، الفيروس إذا خرج في الهواء الطلق مات. ضعيف. ركزوا على شيء واحد وأنا كلمتكم عنه، ركزوا على موضوع الاتصالات الجنسية خارج نطاق الزوجة، يعني اللي حرمها الله سبحانه وتعالى. بهذه الطريقة إذا ابتعدت عن هذه الأشياء ما بيك بإذن الله تعالى لا إيدز ولا غير إيدز. بارك الله فيكم وجزاكم الله.